السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن وافضل حال. كل عام وحضراتكم بخير. النهارده معانا تورتتين سهلين لو حد مبتدئ او بنوته لسه بتتعلم التزيين. هتعملها بكل سهولة. نبدأ على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هنقص الاسبونج. انا هنا عاملاه في صاج، فهنقص الاسبونج. انا كان عندي قلب كده فهقص على شكل قلب. تقدري تعمليها مربع، دايرة. هنقص اهم حاجة الاول قلب يكون سليم كده، عشان ده اللي هيكون على الوش. نقسمه نصين، واحد يبقى فوق وفي القاعدة والتاني يبقى على الوش، واللي في النص ده هنكمله. وبعدين حضرنا بقى الكريمة. هنبتدي ان انا بضرب المية بمسكر، مية ساقعة بسكر الاول في الخلاط، وبعد كده بنزل بالكريمة عشان انا بستخدم كريمة خام بدون سكر. هحط الكريمة واحط معاه معلقتين كبار من باستري، بيديله قوام كده حلو وطعم حلو برضو، ونقطتين فانيليا، ونضربهم كويس. اول طبقة بحط لها طبعا مية بسكر، وانزل عليها بالكريمة. وهنا حطيت جيلو فراولة عشان انا هحط فيها فراولة. نفس الحكاية في الطبقة التانية. هنا كده الطبقة التالتة. القطع الصغيرة بقى بحطها في النص. نبتدي نسوي زي ما احنا شايفين، مش لازم تكوني محترفة يعني، كل ده هيتغطى دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده عملناها بطريقة عشوائية، ولو قابلتنا قطعة زيادة من الكيك بنسويها كده. والكيك الزيادة اللي بنقصه ده بنرجعه تاني في الكيكة، لو في قطع يعني اماكن هبطانة كده بنرفعه بيها تاني. هنبتدي نعمل روزيتات كده على الحروف. وهنبتدي نرص الفراولة. طبعا الفراولة لازم تكون متماسكة، ما تبقاش طرية. رصيها بالطريقة اللي تعجبك. وانا هنا مستخدمة برتقان. طبعا لازم الفاكهة دي تتغطى، لا اما بجيلو. انا هنا مستخدمة جيلو فراولة، بتديها لون احسن. نقطة كده هنشيلها كده بالراحة، وممكن نسيبها مش هتجري حاجة يعني. هنا انا جايبة شوكولاتة بيضة مبشورة. ممكن تستخدمي مكسرات، بواقي الكيك، المحلات بتحط بواقي كيك كمان. ممكن مكسرات مجروشة. شوكولاتة بيضة، شوكولاتة غامقة، بس احلى حاجة بتبقى الشوكولاتة البيضة، بتدي لون حلو وبتغطي كمان مساحة كبيرة. وكده نكون خلصنا اول تورتايه. هنيجي على المدورة. نفس الخطوات برضو، هنسقيها مية بسكر، يكون عليها نقطة فانيليا.
حط معلقه من الجيلو الفراوله، بتدي طعم حلو قوي للكريمه. كريمه تقدري تحطي فيها اي الحشوه اللي انت حباها، مكسرات، آه شوكولاته، صوصات، قطع من فاكهه. يعني لو قطعتي الفراوله وحطيتيها فيها هتبقى تحفه. مش لازم تغطي الكريمه يعني بدقه، يعني كل ده هيتغطى. عملنا روزيتات كده على الحروف وبدأنا نرص الفراولة. حطينا لها برضو جيلو الفراولة. على فكرة هي في الطبيعة شكلها لونها بيلمع قوي وشكلها حلو قوي، يعني الكاميرا ظلمها بجد. غير ان الجيلو دوت بيبقى طعمه حلو، وكمان بيخلي الفاكهة ما تتبلش كده ويبقى شكلها دبلان كده. حطينا كده كام كريزاية ولمعنا بجيل التلميع، وبكده نكون خلصنا. يا رب تكون الطريقة عجبتكم. ما تنساش تقولوا لي انهي واحدة اللي عجبتكم، وشكرا لكم والسلام عليكم.